مرحبا. أنا ميرا من قناة عالم ميرا، واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تحطوا لايك واشتركوا بالقناة إذا مش مشتركين. عشان فيديو الفيديو بننزله يوصلكم. فيديو اليوم راح يكون عرض مشتريات رمضان. يا جماعة اليوم راح نعمل لكم عرض مشترياتنا لرمضان. بالفيديو اللي فات عملنا لكم اشترينا مشتريات رمضان، واللي ما شافهاش راح يكون في صندوق الوصف تحت. اللي هو فيديو التسوق يا جماعة، وهيك تصورنا لكم طبعا الأجواء في المول هيك يعني أجواء كثير حلوة. وقلنا لكم راح نصور فيديو ثاني ونورجيكم ايش اشترينا. فهلا راح نفتح الأكياس ونورجيكم بالتفصيل الشغلات اللي اشتريناها لرمضان. ايش في رمضان؟ التمر، طبعا جبنا نوعين من التمر يا جماعة، لأنه نور بتحب التمر هذا الرفيع يا جماعة اسمه عنقود، والأولاد بحبوا التمر السمين. هذا التمر السمين يا ميرا. نوعين من التمر، في عندنا هذا النوع وفي عندنا هذا النوع. هذا التمر الرفيع العنقود، وهذا التمر المجهول الخميل. تصور يا ميرا نحن اليوم صايمين مش حنقدر ناكل تمر، فخلينا ناكل تمر قبل ما يجي رمضان يا ميرا. يا جماعة عن جد الواحد لما يعمل عرض للمشتريات في رمضان حاجة صعبة كثير، فعشان هيك احنا لازم نعمل عرض المشتريات قبل رمضان بيومين. لذيذ. تمرت كريم. ده التمر كريم قاعد بياكل اسكم يا جماعة. عن جد زاكي. هذا التمر المجهول احنا بنحبه يا جماعة، وعلى فكرة هو أرخص من التمر كمان العنقود، بس نور بتحب التمر العنقود. طيب يا جماعة عشان ما نعملش كركمة كثير قدامنا راح ننزل الأكياس جنبنا على شقة ونعرض لكم الشغلات كيس كيس. قمر الدين قمر الدين يا جماعة، رغم إنه احنا ما بنحبش قمر الدين بس بنجيبه كل سنة. كل سنة بنجيبه لأنه هو بحسسنا بأجواء رمضان، يعني حنعمله وبضله بالثلاجة، هاي المشكلة الكبيرة. حناكل منه أول يوم أول يومين على السحور. إيش هذا السمبوسك؟ الشغلات الرمضانية هيك سبحان الله، أكلات رمضان بتحسسك بأجواء رمضان. المصاصة أنا نفسي أفهم ميرا ضحكت عليها وقالت لي مشتريات رمضان. طبعا يا جماعة رح نكون الشغلات هان، واللي بنورجيكم إياه حنعرضه على الطاولة هان. يلا بدي افتح هاي المصاصة واورجيهم. عندنا التمر والسمبوسك وقمر الدين. بدك تفتح المصاصة يا ميرا؟ عشان نشوف ايش طب آخر حاجة خليها هان يا ميرا. البيتزا. نور يا جماعة قررت انها تجيب عجينة بيتزا جاهزة. على فكرة جايبين 2 قمر الدين. عن جد؟ يا جماعة أنا ما بفكر إنهم أخذوا قمر الدين، فأنا جبت قمر الدين آخر حاجة، وطلعوا هم كمان جايبين قمر الدين. بس على فكرة هذا بطعم مانجا وهذا بطعم مشمش. يلا يا جماعة أنا جبت واحد بالصدفة، مع إنه إحنا ما بناكلوش كثير، وكاينة ميرا جايبة واحد. والمعكرونة الملونة. يا جماعة أنا أول مرة على فكرة أشوف المعكرونة الملونة هاي، فمتحمس كثير كيف نطبخ. ندوق طعمها. على فكرة زمان كانت أمي يا جماعة دائما تعملنا هيك، يعني صرنا إحنا نطلب منها أول يوم في رمضان معكرونة. أول يوم نشرب المعكرونة. مفتول. أنت قررتي يا ميرا؟ أنا أكيد كل شيء، بس أنا المفتول. المفتول يا جماعة، ميرا قررت إنه أول يوم في رمضان نفطر مفتول. هذا فول يا جماعة، لأنه الفول على السحور هيك مع الزيت كثير زاكي. بس خلصوني التنين. بتكون جاية في الأكياس الثانية يا ميرا، مش مشكلة. هيدا السكر، وين باكيت الثاني؟ في أشياء ناقصة. لا يا ميرا بكون متوزع في الأكياس الثانية. سكر طبعا يا جماعة جبنا 2. قشطة، مش عارفة الإيش لازمة. القشطة يا ميرا لماما بكرة إن شاء الله تعملنا بسبوسة في رمضان. ملح. ميرا أصرت تشتري لنا ملح يا جماعة. جبت كمان كيس زي هذا. سكر وملح. جبت طحينة أنت ما شفتهاش. عشان طحينة؟ تعمل سلطة على السحور. مع إنه في عندنا طحينة في البيت، بس إن شاء الله في رمضان في أكلات كثير حتحتاج طحينة، وخاصة السلطات، يعني كل يوم في رمضان في سلطات. هذا بابا بحبه خروف. مش كروب يا ميرا الله يسامحك، طعم العنب. ماما اللي حكت يا لي. جماعة فكرناه خروب بس طلع بطعم العنب. وعلى فكرة هذا فراولة، امك بتحب التوتو موز، شراب مركز بطعم الفراولة. عادي. التنين العصير غلطنا فيهم، المفروض هذا يكون توتو موز يا جماعة، وهذا يكون خروب، بس واحد طلع عنب وواحد فراولة، حنبدلهم. طيب ماشي ما علينا. ميرا بتحب الشوكولاتة يا جماعة، بدنا نفتحها هلا؟ ممكن بكرة يا ميرا تتسحري لا لازم نفتحها. لرمضان يا ميرا، تتسحر شوكولاتة. ميرا بعد ما يخلص الفيديو حتفتحيها علبة شوكولاتة يا جماعة لميرا. صلصة، لأنه أغلب الطبخات مثلا بازيلا أشياء زي كده تحتاج صلصة في رمضان. سيرجو
سيرج حجم كبير يا جماعة. سيرج وايش كمان؟ وأشياء زي هدول أنا القطين. جبتهم. على فكرة أنا جبتهم مع إنه فيش حدا بحبها في الدار، فيش حدا بتحبيش بيحبها. القطين؟ لا. ميرا على فكرة كثير ذكي القطين. طب يا ميرا بدي اسألك سؤال كثير مهم، من ايش بيصنعوا القطين؟ من إيش؟ من ايش؟ معقول بتعرفيش؟ استنى هذا هو يا جماعة شكل استنى. القطين. استنى. ميرا تغشيش يا ميرا. تين. على فكرة يا ميرا القطين هو التين المجفف. بس أنا بحب التين. طيب خلينا كمان نحط القطين بنجيبها هنا. عشان بابا وبس. هذا يا جماعة اللي أنا مش مقتنع إنه له علاقة في رمضان، لا إله علاقة. بس ميرا أصرت إنه إحنا نشتريه فاشتريناه لميرا، مش مشكلة. هو يا ميرا هاي عصاير رمضان. ماشي. دقت. عصير طعم الجوافة اثنين. طعم المانجا. عصير شامل. اثنين بطعم الجوافة واثنين لا، بطعم خلينا المانجا. عصير، ولا خلص. خليه معي. جبنا هدول عشان ايش؟ نحشي بهادي ونحطها على الفرن. طب هات نجرب يا ميرا نعمل. يلا يا جماعة هذا بسكوت على شكل أساور. استنى يا جماعة. هاي هيك الحلو ممكن تنفع يعني هيك تحسينها ممكن تبقى حلويات في رمضان زاكية. فبسكوت على شكل أساور، خلينا نجرب نحط منه في قلبه نوتيلا. هو طبعا مش هيك بالنوتيلا يعني، بس احنا بدنا نجرب. بس أنا حاسس إنه حيطلع كثير زاكي يا ميرا. خمسة. هات اعمل وحدة إلي. أوه. بين زاكي. بديلك يا ميرا تفضلي. أوه. أشوف. هلا يا جماعة كيف شكلها؟ يلا. تفضلي يا ميرا. هي يا جماعة حلويات رمضان. دوقها. هلا كيف شكلها؟ شكلها كثير بشهي. دوقها عن جد لذيذة كثير. كيف فخم. كريم بدك تجرب؟ أكلت النوتيلا وخليت البسكوتة؟ لا انكسرت. طب مش مشكلة يا ميرا خليها تنكسر. طيب وش في عندنا كمان؟ تطلب طعم التين. تطلي. هذا يا جماعة في ناس بتحكي عنه تطلي وفي ناس بتحكي عنه مربى، بس هو اسمه مربى. هذا بطعم التين. طلعوا كيف يا جماعة؟ الحبيبات تبعت التين شكلها كتير زاكية. هاي 6 فول. 7 فول صاروا يا ميرا. ومربى بطعم الفراولة. هاي فراولة ولا توت يا جماعة؟ توت بري يا جماعة، توت بري. هو ايش التوت بيختلف على فكرة عن الفراولة؟ جبنا 2 مربى، واحد طعم التين وواحد طعم الفراولة. وهذا يا ميرا شو هذا يا عسل ميرا؟ اسود. على فكرة احنا فكرناه عسل اسود بس طلع عسل اسود متخربطين. على فكرة يا جماعة نفس الشكل، في منه عسل وهاي طلعت طحينة. لا بس مش مشكلة على فكرة في عندنا عسل اسود. الحلاوة. حلاوة. رغم انه ميرا ما بتحبش الحلاوة بس يلا. بس يلا مش مشكلة. شكل الحلاوة هذه بتشهي على فكرة ومبينة مليانة فستق حلبة. شو هذا يا ميرا أكبر من راسك؟ واكبر من راسك برضه. المرتديلا احنا بالعادة يا جماعة بنجيبها الحجم الصغير بس عشان رمضان بنجيبها مثلا والسحور. عند الهان هيك. عشان رمضان والسحور جبنا هاي الحجم الكبير هاي المرة. الكاتشب يا خسارة وقع في المحل. بس منيح ما وقع وانكسر يا ميرا على فكرة يعني كب على الأرض. هذه انكسرت. ماما اللي وقعته. صرنا سطر من كف المحل وانفضحنا. عن جد كان محل زاد. شطة. شطة يا ميرا؟ عشان بحبها مع مش شطة يا ميرا، هذا فلفل أحمر. فلفل احمر. فلفل أحمر يا جماعة. انا كثير بحبها مع المرتديلا. عن جد عن جد متحمسين لرمضان يا جماعة. هيك أجواء رمضان. زود حمسين للاكل. يا جماعة هو رمضان سبحان الله المفروض إنه يكون رمضان وصيام، بس الواحد بتحسه إنه بيجيب فيه أكلات وشغلات أكثر من الأيام العادية. استنى انا هذا افريكا. شوربة افريكا. شوربة الفريكة كتير زاكية. جبنا علبتين البقرة الضاحكة. جبنا مثلثات. وجبنا كنا يا جماعة كنا جايبين نوع تاني كمان تقريبا كمان 3 علب بس مش هي اللي بنحبها. يعني في حدا حكى لي النوعية مثل نوعيتها مش زاكية فرجعتها. مربعات. مربعات جبنا أكشن. لا يا ميرا لا يا ميرا هيك يا ميرا بتنفتح حادق. جبنا أكشن مربعات. ناكل واحدة. بدك تاكلي يا ميرا؟ والله يا جماعة ميرا ضروري تصوم في رمضان. هاتوا لها رغيف هاتوا لها رغيف. دول الغيف خسارة. وفي عندنا كمان يا جماعة جبنا لبن. لبن شو بس معنى؟ هذا لبن. جبنا هدول 1 2 3 والباقيين 4. شو هي يا ميرا؟ والله متبل بتنجان. 2 علبتين متبل بتنجان. هم مش جايبين لي سلطة تركية. بلشت لك. وهاي ملفوف احمر.
بس واحدة أنا. وهذا ملفوف أحمر. طب انا اكثر شيء بحبها السلطه التركيه. طيب يا ميرا انت ليش ما اشتريت اللي بدك اياه؟ اثنين متبل باذنجان واثنين ملفوف احمر. أنا ما بحبش السلطة. على فكره موجوده في السوبر ماركت يا ميرا، حتشتريها من السوبر ماركت لما بدك اياها. وكمان واحد سلطه تركيه. جبنه كيف؟ جبنا الصفر اذكى شيء على الصحون. بتفتح التوست بتحط الخبزه بتاكل. شعور يا جماعه هيك تحس انه ميرا بتعملكم هيك دعلان على التوست هيك. يعني شعور مش طبيعي زي رمضان، زي الصيام يا ميرا. وجبنا شرايح كمان ايه برضه هي بتدوب على التوست وتعمل مع فلفل احمر. جبنا فيتا كمان. انا بحبها بس اهلي بحبوهاش. والجبنه البلديه. ميرا يا جماعه بدها تذوق الجبنه البلديه قدامكم وتحكي لنا رايها فيها. قديش بقيمها من قديش؟ انت يا ميرا بتحب الجبنه البلديه ولا لا؟ أول مرة تاكليها في الحياة. ايش من قديش؟ لا على فكره بس هاي النوعيه يا نور اول مره اجيبها انا. شو مختلف عن الآخر؟ دائما يا جماعه بجيبها بتبقى مربعه، هاي المره هذه مطاوله مش عارف يعني. سبحان الله. هاي الفكره والله هاي اذكى. أذكى. حبيتها. الجبنه البلديه يا جماعه كثير مهمه في الحياه، لازم تجيبوا جبنه بلديه. ضايل عندنا اخر كيس. ميرا نعم. شو بتتوقع يكون في هذا الكيس؟ اذا عرفتي الك هذا نص شيكل. في سكر وفي غلط. لسان عصفور غلط. وفي رز. وفي رز. طبعا يا جماعه هذا اخر كيس. خلينا معكرونة صغيرة. هاي معكرونه يا ميرا على شكل زنبرك. هذيك معكرونه كثير صغيره وهي معكرونه على شكل زنبرك. ولسان عصفور جبنا باكيتين وين باكيت ثاني؟ لسانة العصفور يا جماعه هذه الشوربه الرئيسيه في رمضان. سكر عصفور وبقص لسانه. لا يا ميرا هي يا ميرا عشان شكلها زي لسان العصفور هي، عشان هيك اسمها شوربه لسان العصفور. طبعا يا جماعه شوربه لسان العصفور بس بنعملها في رمضان، طول السنه بنبقى ناسيينها وبس بنعملها في رمضان، مش عارف ليش انه بتكون عندنا. والسمبوسك مع انه هي الاشياء بتكون موجوده يعني في المحلات يعني على طول. قلت لك في سكر. كمان باكيت السكر الثاني هاي مع اخوه. واخر حاجه عندنا رز. طبعا يا جماعه جبنا كيس رز كبير عشان ان شاء الله بكفينا هذا لاخر رمضان ولا حنضطر نجيب كمان؟ طبعا يا جماعه الرز هذا مش راح يكفي لاخر رمضان رغم انه كيس كبير. كم كيلو هذا؟ 4 كيلو. كم كيلو؟ 4 كيلو والله منيح 4 كيلو. يعني ممكن يكفينا لربع رمضان، نص رمضان، ليش نص. احنا حنقضيها رز؟ مش عارف احنا حنعمل مقلوبه وفته ومنسف. يلا الخير البال. طيب يا جماعه رمضان للاكل وهيك. رمضان صيام بس بيجي اخر النهار الواحد بياكل كثير. اليوم كل عام وانتم بخير. ضايل 3 ايام من رمضان وان شاء الله يكون شهر الخير عليكم، شهر البركه والرزق. حلو ونكون كلنا سعيدين ان شاء الله يجيكم انتم بالصحه وبخير وبسلامه يا جماعه. يكون رمضان. بصوم ايش في؟ طيب ميرا ايش رايك يا ميرا انت تعملي لامك بالفيديو الجاي ترتيب الثلاجه؟ اكتبوا لنا يا جماعه في التعليقات اذا انتم بتحبوا ميرا هي تنظم لامها الثلاجه. يعني لاول سنه ميرا في الفيديو اللي فات جهزت لامها تفريزات الثلاجه، الشغلات اللي بنحطها بالفريزر، رغم انه نور لسه قالت انها حتعمل كمان شغلات. لكم راح اعمل لكم برضه الثلاجه، نسيت انا. شوفوا اذا ميرا بتحبوا تعمل لكم كمان تنظيم الثلاجه لرمضان باشياء رمضان اكتبوا لنا في التعليقات واستنونا بالفيديو الجاي. سلام.